انا حاليا مثلا ان انا يعني نظرات للبنات وكده، حاجات يعني بقى مش مباشرة يعني. حاجات نظرات شهوانية وكده يعني. اه. بيبقى نفسك تعمل علاقة معاهم، بس انت يعني ماسك نفسك، مش ما عملتش حاجة هو يعني. ماسك نفسه عشان برضه عاداتنا وتقاليدنا يعني. طب والله يعني ودنيتنا. انا يعني اقول الحمد لله. الحمد لله ان انت ما هو يعني لما رجعت عرفت ان احنا عندنا عادات وتقاليد، وعرفت ربنا انه ما ينفعش تعمل الحاجات دي، بس دي حاجة داخلية من جواك انت مش قادر تسيطر عليها. بس انا يعني انا المشكلة ان انا عندي ضعف ان انا ممكن في اي وقت، بالذات الحاجة دي ان انا ارجع لها. حتى انا موضوع الجواز دلوقتي انا مش يعني ماديا امم. مش احسن حاجة يعني ان انا اتجوز. اه تمام. طيب انت ليه يعني الموضوع سهل على فكرة خالص ان انت تقدر تقاوم وتقدر تسيطر. هو طبعا اللي جرب عشان يجي يمنع نفسه مرة واحدة بيبقى الموضوع صعب. بس الحكاية كلها بتبقى بالتدريب، زي اللي بيشرب سجاير بالظبط، زي اللي بيشرب خمور. زي ما عرفت تبطل الخمور او تقللها على الاقل مع الوقت، نفس الشيء الموضوع العلاقات برضو. موضوع الهوس الجنسي ده برضو مع الوقت هتقدر تسيطر عليه. ازاي بقى؟ انك هترجع لعاداتنا وتقاليدنا، هتفكر في ربنا طول الوقت، هتصلي وتدعي ربنا ان ربنا يشيل ويزيح عنك التفكير ده. كل ما هتلاقي نفسك دماغك بتوديك انك تفكر في الموضوع ده، هتقوم تصلي لك ركعتين وتقرا لك شوية قرآن. هتشغل نفسك، تلعب رياضة، تقرا، تندمج في شغلك، تتلهي بمعنى أصح. ما تسلمش دماغك للشيطان يوديك ويجيبك ويلعب بيك في الموضوع ده بالذات. والله والله واحدة واحدة الموضوع بينتهي زيه زي أي حاجة تانية بتتعود عليها. ومع الوقت بإرادتك أنت القوية بتقدر تسيطر عليها. هو للاسف يعني أنا الفكرة التانية معلش وأنا الغلط إن أنا بدأت إن أنا أتابع الأفلام الإباحية وكده. اه ما هي دي مشكلة تانية بقى. يعني ما هو هي مش مشكلة تانية، هي في نفس ذات الموضوع. بس انت بقى هنا في النقطة دي هتعمل ايه؟ هيبقى عندك قوة إرادة ان انت تمنع نفسك انك تتفرج على الحاجات دي. لانك وانس خلاص اتفرجت عليها، ما هي دي هتخلي عندك الدنيا بايظة. يعني هتخلي عندك لسه الموضوع